تعرفي انك بشوية صدور فراخ واندومي هتعملي لهم أكلة مشهورة جدا وغالية جدا وبتتباع بمبلغ وقدره في المطاعم؟ قال عايزين يطلبوا أكل صيني وأنا موجودة. حلفت عليهم والله ما يحصل، والله ما ادفع. مش بخل، لا لا لا، ده أنا بعملها في البيت أجمل بكتير. الفراخ سويت اند ساور أو دجاج كانتون الصيني، غيري في أكلك، ابسطي عيالك وافتحيها مطعم في البيت. قد إيه لذيذ وطريقته بسيطة جدا، ومش هقولك أي مكونات صعبة مش هتقدري تجيبيها. قبل ما نبتدي الفيديو شجعيني بأجمل لايك، وما تنسيش المتابعة والاشتراك لوصفات ويوميات أم ريانة. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وابتديت تقطيع على طول الفراخ. أنا هنا كان عندي في الفريزر صدور فراخ، أي قطع مخلية في الفراخ هينفع. عايزة صدور بس، عايزة أوراق على صدور، كله هينفع. ولو خدتي بالك أنا بحب أقطعه كده القطعة تبقى مليانة شوية. الكمية اللي انت عايزاها، أنا مكترة الكمية عشان ولادي بيعشقوا الأكلة دي جدا. حطيت بقى صدور الفراخ المفرومة، هحط عليها معلقة من الملح طبعا حسب كمية الفراخ اللي عندك، وكمان هتبلها شوية فلفل اسود. هحط كمان بياض بيضتين، عدد 2 بياض بس، وبرضو بياض البيض هيكون حسب كمية الفراخ اللي هتعمليها. يعني 2 بياض بيض كان على حوالي كده كيلو 400 جرام من الفراخ. حطيت كده قد 3 معالق كبيرة هرمية من النشا وربع كوباية من المية، وهبتدي بقى أدوب الجمال ده كله مع بعض. عايزة أقولك يعني الأكل الصيني ما فيهوش أي بهارات، ما تحاوليش تتبلي الفراخ بأي حاجة. في ناس بتحب تزود توم باودر، بصل باودر، بابريكا، بس لا، الطريقة الأصلية ملح وفلفل اسود بس مع بياض البيضة، وده لأنهم بيعتمدوا على طعم الصوصات اللي بيحطوها مش على طعم البهارات خالص. تعالي بقى كده نشوف الخضار اللي هنستخدمه. معايا معلقة كبيرة من التوم المفروم، وأساس الطعم كله في الجنزبيل الفريش. الجنزبيل دايما عندي في الفريزر بخزنه كده، ما بيجرالوش أي حاجة. كمان أساس الأكلة دي الكرنب، سواء بقى الكرنب الموف أو الكرنب الأبيض اللي تلاقيه، والكرنب ده رخيص ومالي الأسواق دلوقتي. كمان معايا فلفل ألوان ومعايا بصل. تعالي بقى كده شوفي طريقة التقطيع. بمسك البصلة أقطعها ل4 تربع، وبعدين كل ربع بقسمه ل2. كمان نسينا معانا كده جزراية مبشورة. جمال الأكل الصيني في الخضار الجميل اللي بيتقدم قد إيه بيبقى لذيذ جدا وشارب جدا من طعم الصوص. عايزة أقولك الجنزبيل دلوقتي موجود في كل الأسواق، سهل تلاقيه، وهو أساس الأكلة. يعني لو هتستخدمي الجنزبيل البودر لا مش هينفع. أساس الطعم في الجنزبيل الفريش مع الثوم، بيدي نكهة حلوة قوي قوي للنودلز وكمان للخضار. قطعنا بقى كل حاجة، والفلفل زي ما انت شايفة مقطعاه مكعبات. قشرت كده الجنزبيل من بره، وهبتدي اديله بشرة حلوة، يعني نص واحدة صغيرة هتكون كافية على أكلة النهاردة. وما شاء الله أنا هعمل كمية كبيرة، مش هعمل كمية قليلة لأن ولادي بيعشقوا الأكلة دي. حطيت بقى الجنزبيل المبشور على الثوم، ويلا بينا بقى نقلي قطع الفراخ. زي ما بقولك أنا بحب أعملها كده القطعة تبقى كبيرة شوية، لازم يبقى الزيت غزير. الفراخ بتبقى مقرمشة ولذيذة جدا. احنا معتمدين في نكهتها على بس الملح والفلفل الاسود، وزي ما قلتلك دي الطريقة الأصلية. خليكي كده على نار وسط، خلي بالك عشان تلون هي بتاخد وقت شوية، لأن احنا ضايفين نشا وبياض بيض، فبتبقى مقرمشة وبتحتاج وقت عشان تلون. أهم حاجة بس كده تطلعيها على مصفى عشان تفضل معاكي مقرمشة، وعلى طول ننزل بالدفعة التانية. تعالي بقى نتكلم بخصوص النودلز. احنا كستات بيوت مش عايزين نغرم كتير وعايزين نوفر، وهيبقى صعب نلاقي النودلز بتاعة البيض اللي هي الايج نودلز او النودلز اللي هي بشعرية الرز. فانا قدامي 3 اختيارات اقتصادية: يا اما الاسباجيتي الرفيعة، وده في انواع منها بتبقى رفيعة قوي تنفع، يا اما المكرونة الفيتوتشيني او الشرايط، يا اما اكياس الاندومي. واكياس الاندومي فيها نودلز، فانا فضلت اختيار اكياس الاندومي عشان نقرب شوية من شكل الاكل الصيني. وابتديت على طول افتح في اكياس الاندومي، اخد بس النودلز منها. طبعا هتديني كمية كبيرة، يعني انا عملت كده حوالي كانوا 5 اكياس، وما شاء الله كفت اسرة مكونة من 7 افراد. غليت بقى كده كاتل مية سخنة كبير ونزلته على النودلز عشان تبقى طرية معايا، انا مش عايزاها تستوي. يعني شايفة مسافة ما نزلت المية تقلبتين هروح بسرعة اصفيها. اوعي تسيبيها في المية السخنة كتير، هتعجن وتستوي واحنا لسه هنكمل تسويتها. تعالي بقى نعمل الشغل كله ونشوف هنعمل احلى دجاج كانتون ازاي. شوية زيت كده
نزلت بالبصل والجزر تشويحة بسيطة، ونزلت بالثوم والجنزبيل الفريش تقليبة كده في الزيت مع البصل والجزر. نزلت البصل والجزر الأول لأنهم بياخدوا شوية وقت عن باقي الخضار. الأكل الصيني الخضار فيه ما بيستويش، الخضار بيكون نص تسوية، يعني المسافة ما بين الخضار والتاني 5 دقايق. تقلبتين 5 دقايق، نزلت على طول الفلفل مع الكرنب تقلبتين بقى. وعايزة أقولك أنا شم ريحة تحفة تحفة من الجنزبيل والثوم، مخليين الخضار ريحته مش ممكن. تعالي بقى نحط باقي الإضافات أو الصوصات اللي هتدينا الطعم. أنا هنا معايا صويا صوص وسط، استخدمت كده حوالي نص الإزازة، وده لأني عاملة كمية كبيرة من النودلز. كمان حطيت نفس كمية الصويا كاتشب، يعني نص كوباية صويا، نص كوباية من الكاتشب، وكمان معلقتين كبار من العسل الأسود. دلوقتي بقى احط قصادهم معلقة كبيرة من الخل الأبيض. بصي هي دي الصوصات اللي بتتحط على النودلز الصيني او دجاج كانتون. وعايزه اقولك في المطاعم النودلز بتبقى صنف لوحده ودجاج كانتون صنف لوحده، انا النهارده هعملهم ميكس مع بعض، وكده يكون ناقص حاجه واحده ناس كتير بتحب تحطها بس انا شخصيا ما بفضلش احطها، وهي ربع كوبايه ميه مع معلقه نشا. ما بحبش احط نشا على الخليط ده خالص لانه بيتقل كده، وما بحط النودلز بيعجن. لكن لو هتعملي الفراخ لوحدها، يعني هتقدمي الفراخ من غير ما تضيفي ليها النودلز، حطي معلقه النشا وربع كوبايه الميه تربط لك الصوص مع بعض. حطيت بس كده رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من السكر على الخضار، وابتديت اقلبهم مع قطع الفراخ المحمره. طبعا الفراخ عندي مستويه، يعني هي اوريدي مستويه مش محتاجه تسويه. هبتدي بقى كده اشيل شويه منهم عشان احطهم فوق الوش، يعني هاخد نص كميه الفراخ في طبق خارجي. بصي الصوص اصلا تقل لوحده، والفراخ لانها مقليه بنشا الصوص تقل معايا، مش محتاجه اضيف اي نشا، ما بفضلش اضافه النشا مع الصوصات. دلوقتي بقى نزلت بالنودلز، وزي ما قلتلك اوعي تسوي النودلز، يا دوبك تسقطيها في الميه المغليه تطرى تصفيها. ليه؟ لان احنا زي ما انت شايفه كده هنقلبها لسه مع الفراخ وهتعجب منك لو انت سويتيها جامد. دلوقتي بقى كده عيالي يا ماما عشان خاطرنا حط لنا بهارات الاندومي، يا ولاد بس دوقوها من غير البهارات، لا اصروا ان انا احط، فلبت لهم رغبتهم وفعلا حطيت كده كيسين من بهارات الاندومي الجاهزه اللي كانت في الاكياس، يعني حطيت كيسين بس كده عشان ارضيهم. وكان عندي بقى طباق بلاستيك كده شكلها حلو، قلت اقدم فيها عشان نعيشهم جو المطعم. الاكل الصيني يا جماعه بيبقى غالي جدا، طب وعلى ايه؟ يعني شوفي بامكانياتك البسيطه هتقدري تعملي افخم الاطباق الجاهزه. والله يا جماعه الاكل في البيت لا يعلى عليه واوفر بكتير، خاصه في الوقت اللي احنا فيه ده. غيري في اكلك، ابسطي عيالك بامكانياتك. ناس هتقولي يا مريانه طب كده الاكله دي ناقصها صوص واحد وهو الاويستر صوص او صوص المحار. هقولك يا ست كل ده غالي جدا بلاش منه، كل الحكايه بس هتجيبي ازازه صويا صوص، اهم حاجه يكون نوعها نظيف. الناس اللي هتسالني الماركات هقولك في هاينز، في كل الماركات الصينيه طبعا هتلاقيها حلوه. هاتي صويا صوص وسط، قد ايه هتفرق جدا في الطعم. طبعا الميكس ما بين العسل الاسود والكاتشب والخل، الصوصات فعلا هي اكتر ما يميز الاكل الصيني. يا واد يا مريانه بقى على رشه السمسم، الله الله، والله العظيم الريحه تحفه. يعني الجنزبيل الفريش كده قلب لي الطبق، وان شاء الله هتجربيه وهيعجبك. وادي يا ست الكل عملنا النودلز في البيت، عملنا الدجاج السويت نصور في البيت بأبسط طريقة وبأسهل مكونات، يعني في 10 دقايق هتنجزيها. أكلة بيحبها الأطفال الكبار والأطفال الصغار. في نهاية الفيديو أتمنى تكون الوصفة عجبتك، ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، كمان متابعة لصفحة الفيسبوك هسيبلك اللينك في صندوق الوصف. لا تنسيني من صالح دعائك، ما تنسيش تحطيلي كده أجمل لايك وكومنت جميل منك. متابعتك يا ست الكل أكبر شرف ليا، بحبكم في الله. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.